بيان إلى الرأي العام في ظل التصعيد الخطير والانتهاكات المستمرة التي تشهدها محافظة السويداء في الآونة الأخيرة، نعبر عن إدانتنا الشديدة واستنكارنا العميق للمجازر والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق النساء والشعب الدرزي، والنزعة الطائفية وخطاب الكراهية والتحريض البعيد كل البعد عن الطبيعة المجتمعية في سوريا، والتي تتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية والقوانين المدنية. إن ما يجري في سويداء من الاستهداف الممنهج هو خرق واضح لحقوق الإنسان، ويهدد النسيج المجتمعي ويغذي دوامة العنف، وهذا ما نحمل الحكومة الانتقالية في سوريا على مسؤوليتها لهذه الانتهاكات. لقد أثبت أهل السويداء تمسكهم بالكرامة والحرية والسلم الأهلي. نحن من هنا نقف إلى جانبهم في مطالبهم العادلة وحقهم المشروع في الحياة الآمنة والكرامة. نؤكد أن استمرار السياسات القمعية وتجاهل المطالب الشعبية المحققة يؤدي إلى مزيد من الأزمات والانقسام، وهو ما يتحتم علينا جميعا كقوى وطنية أن نتحمل مسؤوليتنا الأخلاقية السياسية في مواجهة هذا الواقع المؤلم. إننا نجدد دعوتنا إلى إطلاق حوار وطني شامل يضم جميع مكونات الشعب السوري على قاعدة بناء وطن سوري ديمقراطي لا مركزي تضمن الحقوق والحريات وتحقيق العدالة والمواطنة المتساوية بعيدا عن الإقصاء والتهميش. مؤتمر كوادر الأمة الديمقراطية أنطون قامشلو.